خلونا نبص هنا. لو انا افترضت معايا ازاي ابص وانالايز واحكم على الكامبين بتاعتي وهي شغالة، ببساطة جدا يا شباب. شايفين كلمة insights and reports؟ فانا هنا هقول له حاجتين. اول حاجة انا محتاج اعرف insights بتاعة الكامبين بتاعتي، فهنا انا بعرف منها ده across كل التايبس، بعرف منها هي جت لي كام conversion، الكوست بتاعتها كانت كام، السي بي اي بتاعها كانت كام. ولكن يهمني قوي في الفيديوز وهي هو الاعلان بتاعي ده اتشاف فين، لان ده بيخليني اعرف انا ماشي كويس ولا انا مخبط خالص. اول حاجة هو هنا بيقول لي هو التي في سكرينز بتاعتك ماشية ازاي، ايه اللي حصل منها. فبيقول لي هنا ان الناس اللي كانت بتتفرج على التلفزيون تقريبا في 14 ألف واحد كمل بروسس واتحسبت فيو من 78 ألف. وبيقول لنا هنا إن الفيو ريت تقريبا 18%، وإن الأفريج سي بي أم كان 95 سنت، وإن هي صرفت تقريبا $75. ننزل على تحتها كمبيوتر، الناس اللي فاتحة بقى من على اللابتوب، بيقول إن حصل impressions 124 ألف، اللي جالنا منها فيوز 16 ألف، والفيو ريت كان 13,000.53. نفس القصة، السي بي ام كان 96 سنت، صرفت 118. لما الاقي ديفايس او الاقي حاجه هي اوريدي جامده جدا وجايبالي ارقام عاليه، المفروض ان انا اعمل لها حاجه اسمها تشينج بيد. طالما هي هيرو بالنسبه لي وجايبه بالنسبه لي ارقام كتير، يا اما ازود الرقم، اقول له والله انا عايز انكريز المزاد في الحته دي من توتال البادجت بتاعي، ان انا مثلا اقول له انا عايز ازودها بنسبه 20%. او لو لقيت ان البرفورمانس بتاعها وحش، فانا في الحاله دي بقول له انا عايز اقللها بنسبه 20%. فاحنا هنا بيزد على الارقام اللي طالعه قدامنا بنبدا يا نقلل مزاد عليها يا نضخ فيها فلوس اكتر.